مرحبا بكم في زاوية التحليل. هنا نقرأ الخبر ونحلل ما وراءه. تشهد عاصمة المغربية رباط انطلاق أعمال بناء مشروع فندقي ضخم، خطوة من شأنها ترسيخ مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية وإعادة تعريف معايير الضيافة الفاخرة في المنطقة. لقد انطلقت بالفعل أعمال تشييد فندق رويال منصور، والذي يوصف بأنه المشروع الفندقي الأضخم والأكثر فخامة في العاصمة. الهدف هو تقديم تجربة ضيافة استثنائية تتماشى مع أرقى المعايير الدولية. يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي على الضفة اليسرى لنهر أبي رقراق، النهر الذي يفصل بين مدينتي الرباط وسلا. هذا الموقع لا يوفر إطلالات مميزة فحسب، بل يتيح أيضاً سهولة الوصول إلى أبرز المعالم التاريخية والثقافية في المدينتين. والآن دعونا نلقي نظرة على تفاصيل هذا المشروع من حيث الحجم والتكلفة، وكذلك فلسفته المعمارية الفريدة. من المقرر أن يضم الفندق حوالي 300 غرفة وجناح فاخر، كل منها مصمم ومجهز لتوفير أعلى مستويات الراحة والتجهيزات العصرية. يقدر حجم الاستثمار في هذا المشروع الطموح بأكثر من مليار درهم مغربي، وهو رقم يعكس الثقة الكبيرة في متانة السوق السياحي المغربي وآفاق النمو لقطاع الضيافة في العاصمة. يعتمد التصميم المعماري للمشروع على مزيج فريد، حيث يدمج التراث المغربي الأصيل مع الحداثة في التصميم، والغاية هي خلق مساحة تعكس الهوية الثقافية الغنية للمملكة مع توفير أحدث التقنيات ووسائل الراحة في الوقت نفسه. وبالإضافة إلى ذلك، سيحتوي الفندق على مجموعة متكاملة من المرافق ذات المواصفات العالمية، من بينها مطاعم راقية متخصصة في المطبخين العالمي والمحلي، ومراكز صحية وسبا متكاملة، إلى جانب قاعات للمؤتمرات والاجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات. ولكن لا يقتصر تأثير المشروع على الجانب العمراني فقط، فمن المتوقع أن تكون له أبعاد اقتصادية وسياحية هامة جداً على المنطقة. من المنتظر أن يلعب فندق رويال منصور دوراً محورياً في تعزيز الجاذبية العالمية لمدينة الرباط، وأن يكون محركاً رئيسياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية. تتلخص الانعكاسات الرئيسية للمشروع في 3 محاور. أولاً، استقطاب شريحة جديدة من السياح الباحثين عن تجارب فاخرة. ثانياً، توفير مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمجتمع المحلي. وأخيراً، تبني معايير الاستدامة البيئية في كل مراحل التصميم والتشغيل. أما فيما يتعلق بالجدول الزمني للمشروع، فالخطة تسير وفق مراحل محددة وواضحة. الأعمال الإنشائية جارية في الموقع حالياً، ومن المخطط أن تنتهي أعمال البناء خلال العام القادم، على أن يفتح الفندق أبوابه رسمياً لاستقبال النزلاء بحلول عام 2027. الطموح خلف هذا المشروع هو أن يصبح رويال منصور رمزاً حقيقياً للفخامة والرقي في قلب العاصمة، ومعلماً بارزاً يعكس أرقى معايير الضيافة المغربية الأصيلة. وبهذا يستعد هذا الصرح الجديد لترسيخ مكانة الرباط كوجهة أساسية على خريطة السياحة العالمية الفاخرة، مؤكداً على قدرتها في استقطاب هذا القطاع الحيوي وتقديم خدمات ضيافة لا مثيل لها. إذا أعجبك هذا النوع من التحليل، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإعجاب، وشاركنا رأيك في التعليقات. رأيك يهمنا ويدعم القناة.